ماري كنعزي الحصرة ديالو من هذا البرنامج، وأنه وقعت له فعلا سكتة قلبية، يعني أزمة قلبية، وعيطوا لسيارة الإسعاف. الطبيب اللي كان تما يعني جارو بداو تيقلبوا، لقاو بأنه تصعب عليه يتنفس، والقلب ديالو مازال كيضرب، ولكن فقد الوعي ديالو. عيطوا لسيارة الإسعاف. ملي جات سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة وهما كيحاولوا يخليو القلب ديالو يعني كيضرب، وكيديروا الحركات ديال عداو التزويد ديالو بالاكسجين من الفم للفم، والحركات ديال واحد المجهود يدوي اللي كيدار اللي كيدير داك الطبيب باش يبقى القلب ديالو كيضرب. ملي جات سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة غادي يطلعوا للسيارة ما بقاش فيها الاكسجين. اضطروا ينتظروا سيارة إسعاف ثانية، وملي جات سيارة الإسعاف الثانية بقاو فيها غير شوية الأكسجين اللي بقى في القرعة. إذا مشاو بهكاك المصحة تيقلبوا على المصحة في المحمدية، لقاو المصحة الأولى ولكن ما فيهاش بلاصة. على ما انطلقوا عاود تيقلبوا في مصحة ثانية، داموا الأمانة أمانتهم. إذا طبعا حنايا مسلمين وتنآمنوا بالأجل وتنآمنوا بالساعة، وتنقولوا ملي كيجي الانسان الساعه ديالو يعني ما كيستقدم ولا يستاخر، ما كيمكنش، هذاك هو الاجل ديالو. ولكن الانسان تيخصو يقوم بالواجب ديالو والعمل ديالو على احسن وجه. كيف يعقل ان سياره الاسعاف تكون غير مزوده بقنينه ديال الاكسجين او قنينتين؟ وهنا فين تنحيي الناس ديال الوقايه المدنيه اللي من بعد تقصي انا بحثت وشفت وقيت بانه السيارات يستحيل السياره ديال الوقايه المدنيه تكون غير مزوده بقنينه اكسجين، والمسائل اللي هي ضروريه لتنقل في حاله اسعاف استعجاليه ديال المريض. يعني كاين ضابط ديال الوقايه المدنيه خاص غير السياره تخبشات السياره ديال الوقايه المدنيه تيدير تقرير للخبشه، يعني ما يمكنش تكون سياره اسعاف فلهذا سياره الاسعاف سولت وبحثت لقيت بان سياره الاسعاف اللي تحركت هي سياره تبع وزاره الصحه. فمره اخرى كتبين لنا منظومه الصحه ديالنا بانها ضعيفه جدا ولا ترقى الى مستوى الانسان المغربي والمواطن المغربي. فحرام استخفاف بهذه المسؤوليه وبالامانه اللي معطيه للناس اللي مسؤولين على هذا القطاع، ما يكونش عندهم تتبع عن قرب لهاد سيارة الإسعاف باش حتى تكون شي تدخل سريع جدا في واحد أزمة معينة تكون سيارة في المستوى. نتمنى نكون أنا غلط، ونتمنى أن وزارة الصحة دير تحقيق ودير بحث في هذا الملف هذا وتشوف واش فعلا كاين خطأ، واش كاين تقصير ولا ما كاينش تقصير. حيت إلا كاين تقصير أكيد غيكون إجراءات قضائية وقانونية لمتابعة المقصر، لأن هذه يمكن نسميوها كاع يعني قتل غير العمد، قتل ليس بالخطأ ولكن التقصير الذي أدى إلى الوفاة بحال أي تقصير، لأنه كانت قنينة الأكسجين الموجودة في ذاك الوقت يمكن يكون الإنقاذ ديال صلاح الله يرحمه. ولكن مرة أخرى احنا ما عارفينش، تنقولوا الأجل هو هذا، ولكن التقصير إلى ثبت تخص تكون المعاقبة ديال المسؤولين. إذن مرة أخرى أنا تنطرح السؤال على وزير الصحة، واش عنده إلمام بهذا الموضوع؟ واش عنده مسؤول على هذا الموضوع ديال سيارات الإسعاف اللي غير كنقبطوا ونخرجوا وهي ما مزوداش بجميع التجهيزات؟ واش كاين مراقبة؟ واش كاين تقارير اللي كدار على الوضعية ديالهم، على الحالة ديالهم؟ واش كاينه هناك جودة؟ واش السيارات مزيانين؟ واش غنديوها غير بالسيارات الفخمة ديال المسؤولين وكنساو سيارات الإسعاف اللي غادي تنقذ حياة ديال المواطن؟ ما عرفتش شنو هو مدى اهتمام الوزير بهذه السيارات، ولكن هذا فقط سؤال وتساؤل. لعل الله يثير الانتباه ديال الوزير الصحة باش يهتم بهذا الموضوع ويشوف عن قرب اشنو كيدار في هذا الموضوع. واش كاين شي ما يدار اخر باش نتداركوا الموقف بالنسبه للمستقبل، ولا راه الحاله تبقى هكاك بدون اي اهتمام وبالتالي
بدون انه يرى اي اهتمام للحياه ديال المواطن. اذا دكتور، في حاله ثبوت الخطا فكيبقى طبعا العائله انها تمشي في الاجراءات القانونيه، طبعا اذا كانت المسؤوليه ثابته ديال هذا التقصير اللي تكلمت عليه. ومره ثانيه تعزينا الاسره وعائله الراحل صلاح الدين الغماري وكل الزملاء الصحفيين.